ملخص لميركاتو الترجي لصيفة 2026 بعد نهاية موسم للنسيان من قبل الترجي الرياضي التونسي وخسارة البطولة في الأمتار الأخيرة للغريم النادي الإفريقي. إدارة الترجي لم تنتظر كثيرا ومرت للصراع القصوى، عدة انتدابات في عدة مراكز لتدعيم الفريق والعودة إلى المنافسة على جميع الأصعدة وعلى جميع الألقاب. نبدأ بالهجوم. قام الترجي بالتعاقد مع المهاجم ولاعب الجناح أيضا يوسف بشة وعادل بالطيب. في وسط الميدان قامت الترجي بانتداب اللاعب محمد الحاج محمود. في قلبي الدفاع مروان الصحراوي ورائد الشيخاوي واللاعب الكامروني فرنانديز مايلي. لكن الترجي لم يكتفي هذا، عودة اللاعب محمد أمين الحمروني من الإعارة واللاعب خير الدين مضوي من الإعارة. الميركاتو لم يقفل بعد. إدارة الترجي لا تزال تسعى لانتداب لاعبين آخرين وهما مهند أبو طه الأردني والبرازيلي لوكاس ريبيرو. إن شاء الله سيكون الإعلان إذا تم الاتفاق، سيكون الإعلان في الأيام القادمة. شنو رأيكم؟ هل هذه الانتدابات كافية للمنافسة على جميع الألقاب وخاصة رابطة الأبطال الإفريقية وهي الهدف الأول لكل المكشخين، أم أن هناك مراكز أخرى ناقصة للتدعيم؟ أعطونا آراءكم في الكومنتات.